السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ على طول في شرح الجزء الأول أو المحاضرة الأولى من الماركتينج فانل، وده الجزء الأول من كورس التسويق الإلكتروني اللي بنقدمه أو بتقدمه شركة بلاك هورس، وأنا من ضمن المحاضرين اللي فيها. النهاردة هندرس إيه؟ النهاردة بأمر الله هندرس إيه هي فكرة الماركتينج فانل، وازاي ابدا ان انا اطلع ماركتنج استراتيجي، او ازاي اعمل بلان، وازاي اعمل خطه تسويقيه تقدر ان هي تسوق لمنتجاتي او تسوق للخدمات اللي انا بقدمها. فاول حاجه، الماركتنج فانل دايما الناس لما بتيجي تشرحها بتشرحها بمنطق ان احنا عندنا ثلاث فئات اعلانيه او ثلاث فئات من العملاء، لكن دايما بنفتقد فكرة ان انا ازاي اربط ما بينها وما بين السوشيال ميديا، او اربط ما بينها وما بين الاعلانات على السوشيال ميديا او اعلانات على جوجل او ايا كانت البلاتفورم اللي انا هعمل عليها الاعلان. فالمحاضرة دي بالنسبة لي محاضرة اساسية ومهمة جدا، لان من خلالها انا ببدأ استخرج منها البلان اللي انا عايز اشتغل عليها، بغض النظر عن فكرة بقى ايه هي نوع البلان او هي نوع الاستراتيجي اللي انا عايز اشتغل عليها، ولكن انا من هنا اقدر ان انا احدد حتى لو في استراتيجيه انا عايز اقترحها وانا عايز اعملها اقدر ان انا اشتغل عليها. فكره الماركتنج فانل او الماركتنج بلان اللي احنا بنشتغل عليها بتتقسم دايما لثلاث فئات. الفكره بكل بساطه ان لما العميل عشان يوصل لمرحله ان هو يطلع الفلوس من جيبه عشان يبدا يشتري الخدمه بتاعتك او يبدا يشتري المنتج بتاعك، لازم هيمشي بشويه خطوات. الخطوات دي بتبدا ان هو مش عارف اي حاجه عن خدماتك او مش عارف اي حاجه عن منتجاتك، بيخش في خطوه ان هو بدا يفهم او بدا يعرف ايه هي الخدمات او المنتجات اللي انت بتقدمها، وبعد كده بيخش بعديها بخطوه ان هو بدا يسال على المنتجات او الخدمات اللي انت بتقدمها. هل انت مثلا بتقدم الخدمات ديت عليها خصم، المنتجات دي عليها خصم، المنتجات ديت الضمان عليها قد ايه، الكلام ده كله. وبعد كده بيبدا يطلع الفلوس من جيبه عشان يبدا ان هو يستفيد بالخدمه او المنتج اللي هو عايز يشتريه. في المرحله الاولى اللي هو مش عارف عنك اي حاجه وانت بدات اللي انت تظهر له، المرحله دي العميل بتاعك بيبقى اسمه البراوزر او عميل متصفح. يعني إيه عميل متصفح؟ يعني هو لسه ما يعرفش انت بتقدم خدمه ايه او بتقدم منتج ايه، وبناء عليه هو لسه في مرحلة المعرفة. أنا لسه مش عارف أنت مين، أنا لسه مش عارف أنت بتقدم إيه، أنا لسه مش عارف خدماتك إيه. المرحلة دي اسمها مرحلة البراوزر. بعد العميل ده ما بيعرف إيه هي خدماتك وإيه هي منتجاتك، بيبدأ يسأل عن الخدمة ديت كسعر. لو منتج مثلا يسأل عن الخامة، لو خدمة الخدمة دي بتقدمها وعليها ضمان ازاي، الخدمة دي عليها خصم ولا لأ. كل الحاجات دي بينتقل معاك العميل من مرحلة اللي هو بيتفرج بس اللي هو لسه براوزر، لمرحلة الشوبر او لمرحلة اللي هو بدأ يانجيجمنت او بدأ ان هو يتفاعل معاك على الخدمة اللي انت بتقدمها او على المنتج اللي احنا بنقدمه. طيب، فكرة الباير او امتى العميل ينتقل معاك لمرحله الباير او هو يكون عميل باير؟ عميل هيطلع الفلوس من جيبه ويدفع لك لما خلاص هو اقتنع تماما بالخدمه او اقتنع تماما بالمنتج، فيبدا ان هو خلاص هو عايز يشتري، فيبدا يدفع مثلا ديبوزيت او يبدا يدفع تكلفه بتاعه المنتج، او يبدا يدفع قيمه المتفق عليها في الخدمه اللي انت هتقدمها له. وهي دي المرحلة اللي كلنا بنحاول نضم أو بنحاول نزق العميل فيها. يبقى العميل الأول بيشوف أنت بتقدم إيه، بعد كده بيبدأ يتفاعل معاك، ومن هنا بينتقل لمرحلة الشوبر، بعد كده بيبدأ إن هو يشتري منك، ومن هنا بينتقل لمرحلة الباير. يبقى هي دي الماركتنج فانل بتاعتنا اللي العميل بينتقل معاك من فين لفين. تيجي بقى الحتة اللي الأغلب بيفتقدها،
انا ده فهمه نظري، ولكن ازاي اعمل ده على السوشيال ميديا، او ازاي اعمل ده على اعلانات جوجل، او ازاي اعمل ده على اعلانات لينكد ان، فيسبوك، سناب شات، ايا كان البلاتفورم اللي انا هعمل عليها الاعلان. من هنا بتبدا المشكله. فاحنا في المحاضره ديت بنحاول نربط ما بين العميل في اني مرحله والمفروض تظهر له باني اعلان. لما اجي اخش على مرحله مرحله، وابدا بمرحله البراوزر، مرحله ان العميل ما زال بيتصفح. احنا قلنا المرحله ديت يعني ايه؟ يعني العميل ما يعرفش عنك اي حاجه، وممكن يكون شاف فيديو ليك مثلا، او شاف فيديو لاي حد تاني بيتكلم مثلا عن التسويق الالكتروني، وما يعرفش حاجه عنها، ما يعرفش اي حاجه عن الديجيتال ماركتنج مثلا، ما يعرفش اي حاجه عن الخدمه ديت. فلما بدات تظهر له فيديوهات الديجيتال ماركتنج، بدا يفهم، بدا يعي، بدا يعرف ان في حاجه اسمها تسويق الكتروني او ديجيتال ماركتنج، وان هي مثلا ممكن تكسبه فلوس. المرحله ديت عشان استهدف العميل البراوزر ده، بستهدفه عن طريق اعلانات اسمها اعلانات الاويرنس، او اعلانات الوعي بالعلامه التجاريه، او اعلانات الوعي. يبقى عشان اجيب العميل البراوزر، العميل اللي لسه ما يعرفنيش وعايزه يعرفني، بجيبه عن طريق اعلانات اسمها اعلانات الاويرنس او اعلانات الوعي. طيب، اعلانات الاويرنس ديت لما اجي ابص عليها على السوشيال ميديا او على البلاتفورم اللي انا هعمل عليها الاعلانات المموله بتاعتي، هلاقيها دايما بتنقسم لقسمين. القسم الاولاني او الجزء الاولاني اسمه البراند اويرنس او اعلانات الوعي بالعلامه التجاريه، والقسم الثاني او النوع الثاني من الاعلانات اسمها اعلانات ريتش او اعلانات الوصول. ركزوا معايا في الحته دي، لان الحته دي مهمه جدا ومحوريه بالنسبه لاعلانات الاويرنس. لما بتيجي نتكلم عن اعلانات الاويرنس، انا دايما بفضل اعلانات البراند اويرنس، اللي هو اول نوع من انواع الاعلانات دي. لو انا هبدا انشئ او هبدا امول في اعلانات الاويرنس، عشان ما ننساش انا دلوقتي بستهدف مين؟ بستهدف الناس البراوزر. اعلانات البراند اويرنس انا من مدرسه ان يفضل ان هي تتعمل على فيديوز. تاني، اعلانات البراند اويرنس دايما بفضل انها تتعمل على فيديو. ليه؟ عشان اقدر ان انا استفيد بهدف الاعلان ده. بمعنى، اعلان البراند اويرنس هو الاعلان القادر على نقل العميل من مرحله زيرو معرفه بالبراند بتاعك او زيرو معرفه بالخدمه بتاعتك ل 100% معرفه لخدماتك او منتجاتك اللي انت بتقدمها. هو بيعرف البراند بتاعك، بيعرف المنتجات بتاعتك، بيعرف اللوجو بتاعك، بيبدا ان هو يفهم انت بتقدم ايه. وعشان النوع ده قادر على انه يخش في معدل فريكوينسي كويس او يخش في معدل تكرار محترم، فبيفضل دايما، او انا من انصار اللي احنا نعمله على فيديو. ليه؟ لان الفيديو هو الحاجه الوحيده القادره على انها تنقل العميل من مرحله لمرحله. يعني مثلا العميل شاف الفيديو ده من مثلا 5 ثواني لحد 10 ثواني، فيظهر له الفيديو تاني عشان ينقله لمرحلة ان هو اتفرج على الفيديو ده لحد 10 ثواني بس، فيبدأ ينقله لمرحلة ال20 ثانية، مرحلة ال30، مرحلة ال40، مرحلة ال50، مرحلة الدقيقة. يبقى فكرة اعلانات البراند اويرنس هي الفكرة بتاعتها قايمة على ايه؟ ان الاعلان هيظهر على العميل بشكل متكرر، بشكل متكرر، عشان العميل ينتقل معاه من مرحلة زيرو معرفة، مرحلة زيرو اويرنس ما يعرفكش تماما، لمرحلة 100% معرفة. وطالما العميل انتقل معاك لمرحلة 100% معرفة، يبقى هو هينتقل بعديها لمرحلة الشوبر أو لمرحلة الليد، إن هو أصبح عميل محتمل وممكن إن هو يبدأ يسأل. ولكن إحنا إلى الآن في مرحلة إن أنا بستهدف الناس البراوزر. طيب، إعلان الريتش أو إعلان الوصول أنا ما بفضلوش. ليه؟ لأن هو إعلان هدفه إن هو يظهر لأكبر عدد ممكن من الناس، بغض النظر عن ان هو يبقى في ذاكره العميل ولا لا. مش ده هدفه. هدفه ان هو ممكن يظهر للعميل مره واحده مثلا، هو هدفه كده، يجيب لك اكبر عدد من الوصول وخلاص. لكن ما هواش
قادر او ما هواش قايم، الهدف بتاعه مش قايم على ان الاعلان يتكرر قدامه كل شويه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، اللي هو بينقل العميل من مرحله العدم المعرفه لمرحله المعرفه، مش قوي في الحته دي. يبقى انا دايما بفضل اعلانات الاويرنس تتعمل جزء، او تتعمل على اعلانات البراند اويرنس. ده كده رقم واحد. وطبعا قلنا يفضل ان هو يكون فيديو. طيب، ملحوظة صغيرة جدا في اعلانات الاويرنس اللي انا هخاطب منها الناس البراوزر او الناس المتصفحين، ركزوا برضو في الحتة دي مهمة برضو. اعلانات الاويرنس انا دايما بقول عليها هي دايما بتتعمل للكابيتال بيزنس، مش للسمول بيزنس، مش للشركات الصغيرة. ليه؟ الشركات الصغيرة مش هقدر ان انا اجيب شركة مثلا صاحبها رأس ماله ضعيف، مثلا هيدفع مثلا اعلانات ب 10000 جنيه شهريا، واجي اقول له احنا محتاجين نحط الاعلانات ديت كبراند اويرنس. طبعا ده جنان. لو انا اقنعت العميل ان راس ماله كله او التكلفه اللي هيدفعها في الاعلانات اقول له يلا نرميها في اعلانات البراند اويرنس عشان الناس تعرفك، يقول لك لا طبعا. او هو حتى لو اقتنع بكلامك فانت كده لبسته في حيطه. ليه لبسته في حيطه؟ لان هو ما عندوش امكانيه ان هو يستمر. هو كل اللي يملكه مثلا 10000 جنيه، فال 10000 جنيه ديت لو انت رميتها له في اعلانات البراند اويرنس انت كده ضيعته. لان انت بتفهم الناس المفروض ان الاعلان ده مش هيجيب لك بيع. ما هو ليه مش هيجيب لك بيع؟ لان انت بتخاطب منه الناس البراوزر، هي الناس لسه مش عارفاك، او الناس لسه ممكن تكون مش مهتمه اصلا بالمجال ده، فانت لسه بتدخلهم في مرحله الاهتمام بالمجال او الاهتمام بالبراند بتاعك. يبقى اعلانات البراند اويرنس غير مناسبه للسمول بزنس، لكن مناسبه جدا للشركات الكبيره زي شركه بيبسي، زي شركه كوكاكولا، زي شركه فودافون، زي شركه شيبسي، زي شركه ايا كانت الشركات الكبيره كلها بتقوم على اعلانات البراند اويرنس عشان تفضل محافظه على حصتها داخل السوق وتفضل دايما في ذاكره العميل. يبقى اعلانات الاويرنس وخصوصا اعلان البراند اويرنس هو الاعلان القادر على ان المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك اللي انت بتقدمها دايما تكون في ذاكره العميل. طب انا لو شركه صغيره سمول بزنس اعمل ايه؟ المفروض عليا اللي انا اعمله ايه؟ المفروض عليا لو انا مش هسبونسر او مش همول في اعلانات الاويرنس او اعلان البراند اويرنس، فانا لازم اهتم بالفيديو ريل. لازم اعمل فيديوز ريل او فيديوهات ريل كتير. ليه؟ عشان الفيديو ريل هو الفيديو القادر على الوصول الى اكبر عدد من الناس البراوزر بشكل اورجانيك من غير ما ادفع ولا جنيه. يبقى الفيديو ريل هو بيروح للناس البراوزر، خدوا بالكم من الحته دي، الفيديو ريل بيروح للناس البراوزر، والناس دول مش هيشتروه، تمام، احنا متفقين على كده خلاص، هم لسه مش عارفينك عشان يشتروا منك حاجه، ولكن انا كسمول بزنس بقدر ان انا اغطي الفئه ديت من غير ما ادفع اي قيم ماليه في اعلانات الاويرنس او اعلانات الوعي بالعلامه التجاريه. ويفضل ان انت بعد ما تعرفه او بعد ما تظهر له في فيديو ريل تكون حاطط او تكون مظبط فكره اللاندنج بيج، او ان انت حاطط ويب سايت او عندك مكان معين خارج المنصه، او ممكن تكون داخل المنصه، بس انا دايما بفضلها تكون لاندنج بيج او ويب سايت، ان العميل يقدر ان هو يطلع من الفيديو ده يضغط على اللينك ده يروح الويب سايت بتاعك او اللاندنج بيج ديت، فيبدا ان هو يعرف اكتر عن المنتجات وعن الخدمات. فانت تبقى كده ضربت عصفورين بحجر. ويا سلام، ودي هنشرحها قدام شويه، لو انت رابط اللاندنج بيج بتاعتك بالبيكسل كود او كونفرجن اي بي اي او ايا كان نوع الكونفرجن اللي انت هتربطه بيه، يعني مشغل كاميرات مراقبه او البيكسلز كود، وتبدا ان هي تدي لك احصائيات تقول لك مين دخل منين ومين عمل ايه عن طريق حاجه اسمها اليو تي ام او البارامتر، وديت هنشرحها قدام. يبقى ملخص الحته ديت ايه؟ عايز اخاطب الناس البراوزر، عايز اخاطب الناس اللي لسه مش عارفاني او اللي عايزه تعرفني او اللي انا مهتم انها تعرفني او اللي انا عايز احافظ على حصتي في السوق.
هعمل اعلانات البراند اويرنس، ولكن انا دايما بقول ايه، هي مناسبه تماما للكابيتال بزنس مش للسمول بزنس. تمام. السمول بزنس هعمل لهم ايه؟ ههتم بالكونتنت، ههتم بالمحتوى، وهعمل فيديو ريل كتير جدا على قد ما اقدر، عشان فيديو ريل بيوصل لشكل اورجانيك للعملاء بتوعي، واحط جوه الفيديو او احط في البايو او احط في التعليقات اللاندنج بيج بتاعتنا. ننتقل دلوقتي للمرحلة التانية، وهي خلاص العميل عرفني بأيا كانت الطريقة اللي عرفني بيها، سواء كانت سبونسر أو كانت عن طريق الفيديو ريل. فبننتقل للمرحلة التانية، خلاص العميل عرفني، فيبدأ العميل ينتقل معايا لمرحلة الشوبر. مرحلة الشوبر هنا معناها ايه؟ معناها ان العميل خلاص عرف انا بقدم ايه، عرف ايه هي الخدمة بتاعتي، عرف ايه هو المنتج بتاعي، والمفروض ان انا هبدا استقطبه زي ما بنقول كده، هبدا ان انا اخليه يخش يسال، او اخليه ان هو يبدا يعجب بالصفحه، يبدا يعجب بالفيديو بتاعي، يبدا يتابعني اكتر، يبدا ينتقل معايا لمرحله اللي هو بيعمل لي فولو للحسابات، بيعمل لي فولو للصفحه، بيعمل لايك للبيج، ايا كانت احنا عايزين نطلب ايه، وممكن كمان يبعت رساله او يكتب تعليق. هي دي مرحله الشوبر او مرحله العميل اللي هيبدا ان هو يتفاعل معاك. وبالتالي هي المرحلة الثانية للكابيتال بيزنس، للشركات الكبيرة، ولكن للسمول بيزنس فهي المرحلة الأولى، لأن احنا اتفقنا المرحلة الأولى كسبونسر، خلينا مركزين في الحتة دي، المرحلة الأولى كممول، مش المرحلة الأولى كبوست، مش المرحلة الأولى إن أنا انزل على الصفحه، واول ما انزل بوست ولا حاجه ابدا اعمل عليه هو على طول اعلان اللي بيخاطب الناس الشوبر. لا، انا ما اقصدش ده، ركزوا في الحته دي كويس جدا. انا دلوقتي خلينا نتكلم عملي، انا دلوقتي لو انا جالي عميل دلوقتي قاعد معايا هنا فقال لي انا صفحتي بقدم براند ملابس، تمام يا سيدي، لسه جديد، فينفعش اقول له طب يلا هنبدا على طول اعلانات انجيجمنت، او هنبدا على طول اعلانات الشوبر عشان اجيب الناس الشوبر. لا طبعا، لازم اخد فتره قبليها كده اقعد انزل شويه فيديو ريل، لو هو سمول بزنس او لو هو ما عندوش راس مال كبير نقدر ان احنا نسبونسر او ندفع ممول في الجزء الخاص بالاويرنس. فانا هبدا امشي معاه واحده واحده، اقول له خلاص احنا محتاجين مثلا على الاقل اول 15 يوم، اول 20 يوم، اول شهر، ان احنا نبدا ننزل فيديو ريل كتير جدا على كل المنصات بتاعتنا، عشان ناخد اكبر عدد ممكن من الناس البراوزر، عشان ابدا انتقل معاه لمرحله الشوبر، او مرحله اللي انا استهدف الناس اللي ممكن، خد بالك من الكلمه، ممكن تتفاعل مع المنتج بتاعك او الخدمه اللي انت بتقدمها. الناس الشوبر دول عشان هجيبهم عن طريق اعلانات ايه؟ يلا نربط، احنا اتفقنا ان المحاضره ديت بنربط ما بين الماركتنج فانل والاعلانات المموله على كل المنصات الالكترونيه او السوشيال ميديا بشكل عام. عشان استهدف الناس الشوبر دول فانا محتاج نوع من انواع الاعلانات اسمها اعلانات الكونسيدريشن، او اعلانات استهداف المهتمين. الاعلانات دي مهمه جدا ليه؟ وانا بالنسبه لي هي روح السوشيال ميديا، هي روح اي اعلانات في الدنيا، ايا كان انت بتمول فين، او ايا كان انت بتستهدف العميل ده فين، بتستهدفه فيسبوك او بتستهدفه انستجرام، بتستهدفه جوجل، بتستهدفه ايه بالظبط؟ دي روح الاعلانات. الكونسيدريشن، اعلانات الكونسيدريشن او اعلانات الوصول للناس المهتمه، بتتقسم لاكتر من نوع، وغالبا كلهم متشابهين على كل السوشيال ميديا. وفي اخر الفيديو ده هوريكم ان الشرح ده مطابق تماما للاعلانات اللي بنيجي نعملها. لما اجي ابص على اعلانات الكونسيدريشن هلاقي ان انا عندي اكتر من نوع. النوع الاولاني عندي نوع اسمه البوست انجيجمنت، او التفاعل على المنشور، وده الاعلان المسؤول عن زيادة عدد اللايكس، او زيادة عدد الكومنت، او زيادة عدد الشير اللي بيبقى موجود على البوست بتاعي.
تمام؟ يبقى البوست انجيجمنت او التفاعل على المنشور، الاعلان ده هدفه ايه؟ هدفه يجيب لي الناس اللي مهتميه الناس اللي مهتميه بالمنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي بدرجه ان هو يعمل لايك او يعمل كومنت او يعمل شير، وده اخره. وخدوا بالكم لان الجمل مقصوده، الجمل اللي انا بقولها دلوقتي مقصوده. البوست انجيجمنت هي بتجيب عميل اخره او هدفه ايه؟ يعمل لايكس للبوست، يعمل كومنت، تفاصيل للمنتج ايه، لو سمحت قول لي الخدمه اللي انت بتقدمها ديت ايه، او يعمل شير. تمام؟ ده كده البوست انجيجمنت. طيب في نوع تاني من انواع الاعلانات، وهو النوع الاشهر وهي اعلانات المسج او اعلانات الرسائل. النوع ده اللي بيجيب لك العميل اللي مهتم بالمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، ولكن درجه اهتمامه ايه؟ يبعت مسج يسال يقول ايه هو ده بكام. هو لو انت مثلا بتقدم منتج وبتقدم معاه خدمه توصيل مثلا، فتلاقي العميل بيسالك بيقول لك هو انا لو طلبت دلوقتي الحاجه دي تجي لي امتى؟ ده كده اعلانات المسج، ان العميل بيخش يسالك. والاعلان ده هو الاعلان المسؤول عن ان البوست بيظهر للعميل تحت البوست نفسه سند مسج او ارسل رساله. تمام؟ يبقى ده كده اعلانات المسج. النوع الثالث من اعلانات الكونسيدريشن، اعلان اسمه اعلان الترافيك. والاعلان ده هو الاعلان او اعلان الزيارات. الاعلان ده هو الاعلان اللي بياخد العميل بتاعك من البلاتفورم اللي انت بتعمل عليها الاعلان لمنصه خارج المنصه اللي انت بتعمل عليها الاعلان. يعني من الاخر كده، انت بتشوف اعلان على الفيسبوك مثلا، بتضغط عليه بتلاقيه وداك على الويب سايت مثلا. تمام؟ ليرن مور، اعرف المزيد بقى، بوك ناو، احجز هنا، ايا كان. تمام؟ يبقى اعلان الترافيك ده هدفه ايه؟ هدفه ان هو ينقل العميل من المنصه اللي بيتفرج عليها على الاعلان بتاعك لمنصه تانية يبدا ان هو يتفاعل من خلالها. ده كده اعلان الترافيك. طبعا المنصه التانية دي ايه؟ المنصه التانية ده ويب سايت او يوتيوب. ما ينفعش حاجه تانية، ودايما الحاجات التانية ممكن تعمل لك مشكله. يعني مثلا ما يفضلش اللي انت لما تيجي تعمل مثلا اعلان ترافيك اللي انت تودي الناس من الفيسبوك للتليجرام مثلا. ليه التليجرام؟ دايما كل المنصات هترفض ان الاعلان اللي يتعمل عليه هيوديها المكان. عشان يخشوا او العميل عشان يخش المكان ده لازم يستأذن، لازم يخبط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يجي يخش البلاتفورم التانية ديت اللي انت حاطط اليو ار ال بتاعها، فتلاقي طلع له بقى ايه، لو سمحت حط لي اليوزر نيم او حط لي الباسورد بتاعك وافتح لي مش عارف ايه، ولو انت مش منزل الاب ده لو سمحت نزله لي. طب لو انت مش داخل الويب سايت ده او مش داخل التطبيق ده او ايا كان، فيقول لك لو سمحت اعمل لي ايه، تسجيل دخول عليها. لا، الفيسبوك او كل او اغلب البلاتفورم هترفض النوع ده من الكونفيرت او من الكونفرجن. هترفض النوع ده من التحويله او من الاحاله. فاهمين قصدي؟ يعني النوع ده هيترفض. ليه هيترفض؟ لان كل المنصات بترفض ان الاعلان بتاعها يودي المكان تاني. لازم عشان اخش واستاذن، لازم عشان اخش اخبط. يعني ايه؟ يعني لو سمحت اعمل لي يوزر نيم وباسورد والكلام ده. من الحاجات المهمه جدا ان انت لما تحط اليو ار ال بتاعك تقدر اللي انت تحطه لمكان عشان اخش منه او عشان اخش له، ما اقعدش ان انا اخبط واستاذن. ده كده اعلانات الترافيك. طيب في نوع كمان عندي اسمه اعلانات البيج لايك او اعلانات الفولو. والنوع ده من الاعلانات هو القادر على زياده عدد المتابعين على الصفحه او زياده عدد الفولو او الفولورز على حساباتك، زي مثلا حسابات الانستجرام بتاعتك. يبقى ايه الفرق ما بين اعلانات البيج لايك او الفولو واعلانات البوست انجيجمنت؟ ده قادر على زياده عدد المتابعين للبوست او زياده عدد الناس اللي هتعمل اعجاب او لايك للبوست، لكن ده زياده عدد المتابعين او زياده عدد الناس اللي هتعمل لايك للصفحه بتاعتك. نيجي لنوع تاني من الاعلانات، وهو نوع الليد جنريشن او نوع تجميع بيانات العملاء. والنوع ده من الاعلانات احنا بنطلق عليه هو اعلانات
العقارات او الاعلانات. مثلا لو انت عايز تعمل حاجه، انت كشركه او انت كمعلن عارف ان العميل مش هيديل معاك بالشاتنج، مش هيديل معاك عن طريق مسج. زي مثلا عقار، مثلا انت بتبيع وحده سكنيه في كومباوند، بتبيع شقه، بتبيع فيلا، بتبيع عربيه، بتبيع اي حاجه، انت مش هتقدر العمليه تديل او العمليه تتم الا لما العميل ده يجي ويعاين يعني في وجع قلب جاي، هيجي ويعاين ومش هياخد القرار دلوقتي، ولسه هنشوف الدفعات قد ايه وهيدفع على كام. فلازم العميل ده يسيب لي طريقه تواصل ما بيني وما بينه، رقم تليفون بقى، ايميل، ايا كان، عشان ابدا ان انا اتواصل معاه. دي اعلانات الليد جنريشن. طيب، يبقى ده كده بنظرة عامة على اعلانات الكونسيدريشن اللي متواجدة تقريبا بنسبة 95% على كل السوشيال ميديا، وتقريبا بنسبة 100% كمان على كل السوشيال ميديا او جوجل سيرفيس او ايا كان البلاتفورم اللي انا هعمل عليها الاعلان بتاعي. نيجي بقى نربط الكونتنت، نربط المحتوى. ايه هو المحتوى المناسب للاوبجيكتيف ديت او الاهداف ديت؟ لما اجي ابص الاقي عندي 3 انواع من الاعلانات ما لهمش رابع، او 3 انواع من اشكال، عشان نكون الموضوع ادق، من اشكال الاعلانات ما لهمش رابع. النوع الاولاني البوست، والبوست اللي انا اقصده هنا كديزاين صوره، ولا لاندنج بيج، اللي انت عندك ويب سايت وعندك صفحه معينه جوه الويب سايت ده وانت عايز الناس تتفاعل من خلال الصفحه ديت، او الناس تخش جوه الصفحه ديت انجيجمنت على اي حاجه. او طبعا فيديو، ايا كان شكل الفيديو بقى، فيديو عادي اللي هو 1920 تقريبا في 1080، او الفيديو اللي هو 1080 في 1080، او الفيديو ريل، ايا كان مقاس الفيديو ايه. فلما اجي ابص كده واشوف، لو انا عندي ديزاين، الديزاين ده مناسب لاني نوع من انواع الاعلانات؟ ده طبعا مناسب للكل. لو عندي صوره وعايز الناس تتفاعل معاها، فممكن اعمل اعلانات البوست انجيجمنت. ولو عندي صوره وعايز الناس صوره منتج مثلا، وعايز الناس تخش تسالني تقول لي بكام المنتج ده، فاعلان مسج. لو عندي صوره وعايز الناس تخش تتفاعل على الويب سايت، فده اسمه اعلان ترافيك. لو عندي صوره وعايز الناس تتفاعل على الصوره ديت بان هي تعمل لايك للصفحه، فده اسمه بيج لايك. ولو عندي صوره مثلا صوره وحده سكنيه وعايز الناس تتفاعل عليها او تخش تسالني او تسجل بياناتها عن طريق الليد جنريشن، اللي انا بعمل فورم كده او زي قائمه كده بقول له فيها اكتب اسمك ورقم تليفونك وايميلك مثلا، وبعد كده التالي شكرا تم التسجيل بنجاح، ويبدا بعد كده الشركه تتواصل معاك عشان تقول لك العروض اللي عندها ايه. ده فكره الليد جنريشن. طيب، اللاندنج بيج او الويب سايت. الويب سايت برضو مناسب لايه؟ الويب سايت طبعا مناسب لاعلانات الترافيك. لما انا اكون عايز اخلي الناس تتفاعل جوه اللاندنج بيج بتاعتي او جوه الويب سايت بتاعي، هعمل لهم اعلان ترافيك. او كمان اعلانات الليد جنريشن. اعلانات الليد جنريشن انا ممكن، او غالبا اللي هيعمل ويب سايت او اللي هيعمل حتى لاندنج بيج، فهو في النهايه، في نهايه اللاندنج بيج او في نهايه البيج ديت اكيد هيحط طريقه اللي هو ازاي يريجست جوه، او ازاي يسجل جوه الويب سايت ده. فيبقى اعلانات اللاندنج بيج مناسبه جدا لاعلانات الترافيك، ومناسبه جدا لاعلانات الليد جنريشن. الفيديو مناسب لكله، لكن انا دايما بفضل عدم استخدام الفيديو في البيج لايك. يعني دايما بتبقى الكوست بير كليك او تكلفه النقره او تكلفه حتى الامبريشن بالنسبه للفيديو خدوا بالكم، بالنسبه للفيديو مع البيج لايك دايما بحس ان هي بتكون اغلى من لما، مش بحس يعني، دايما بشوف ان الفيديو لما بعمل عليه اعلانات بيج لايك او اعلانات فولو على الانستجرام، بلاقي ان هي بتكون اغلى كبوست بير كليك، تكلفه اللايك اغلى من لو انا عملتها على ديزاين. فعشان كده دايما بفضل ان انا ما اعملوش على فيديو واعمله على بوست. وبرده الموضوع راجع ليك، يعني انت ممكن مره تجرب على فيديو وتشوف، لكن انا دايما بالتجارب بتاعتي الفيديو ما بتنجحش ابدا في البيج لايك، ما بتنجحش في الفولو. يعني ما بتنجحش، يعني تكلفتها بتكون، تكلفه النقره بتكون اعلى، او تكلفه النتيجه بتكون اعلى. ده كده كجزء خاص باعلانات الكونسنتريشن. لكن عندي حاجه مهمه جدا 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 في الجزء الخاص بالشوبر.
لما اجي اتكلم عن الناس الشوبر دول، هلاقيها ان هي بتعني الليد. الناس دي معناها ايه؟ معناها ليد، عميل محتمل. هو كلمة شوبر عميل متسوق او واحد بيتسوق. زي مثلا لما انت تنزل كارفور مثلا، هو انت لازم تروح كارفور او تروح هايبر وان مثلا عشان تشتري؟ مش شرط. انت ممكن تروح هناك لمجرد المعرفة، لمجرد انك تتفرج، لمجرد انك تشوف، لمجرد انك تاخد فكرة. تمام؟ فيبقى الشوبر ده 50% ممكن يشتري، و50% ممكن ما يشتريش، واقل من 50% ممكن ما يشتريش. تمام؟ وكل دول بينطبق عليهم اسم الليد، عميل محتمل. ولكن لما نيجي نبص على العميل المحتمل ده، هنلاقيه ان هو بينقسم عندي لثلاث اقسام. القسم الاولاني او الجزء الاولاني من العملاء ده او من العملاء دي اسمها الكولد ليد، عميل غالبا مش هيشتري منك. غالبا مش هيشتري منك. ليه؟ مش هيشتري منك مع ان هو في بند الشوبر، هو في بند الراجل اللي مهتم بمجالك ومهتم بخدمتك او مهتم بالمنتج اللي انت بتقدمه، ولكن هو برضه كولد ليد بالنسبه لك انت. كولد ليد بالنسبه لك انت يعني ايه؟ يعني بنسبه ضئيله جدا ممكن يشتري منك، يعني بنسبه 20% يشتري منك، بنسبه 80% ما يشتريش. طب ليه؟ لان هو ليه لويالتي او ليه ولاء لشركه تانية. ما انت مش لوحدك في السوق، انت مش لوحدك في السوق. تمام؟ فهو ممكن يكون بيحب يشتري من حاجه تانية. انت النهارده طلعت ببراند جديد، البراند ده ايا كان مسماه ايه، رحت بتخاطب الناس، جه واحد، الواحد ده هو بيشتري من اتش اند ام او بيشتري من اور او بيشتري من اي مكان. فهو صعب ان هو يجي لك دلوقتي، لان انا بشتري من اتش اند ام مثلا ومبسوط، بشتري من زارا ومبسوط، بشتري من اور ومبسوط، مش عايز اغير، مش عايز اغير. هي دي فكره الكولد ليد. يبقى هو عميل مهتم جدا بالمجال اللي انت بتقدمه، مهتم جدا بالخدمه اللي انت بتقدمها، ولكن هو ليه لويالتي لمكان تاني او لشركه تانيه، والعميل ده بنسبه كبيره مش هيجي لك دلوقتي. ده كده الكولد ليد او العميل اللي غالبا مش هيجي دلوقتي. في نوع تاني من العملاء تحت بند الشوبر او تحت بند الليد، اسمه الورم ليد. الورم ليد ده راجل ملقلق، ممكن لا يشتري منك. يعني نقدر نصنف ان هو 50% يشتري، 50% مش هيشتري. والعميل ده دايما تقدر تكسبه بعرض سعر او عرض خدمة. اللي هو مثلا اشتري قطعة عليها قطعة هدية، اشتري منتج عليه منتج هدية، والله البوست ده ليك، لا انت فتحت دلوقتي فانت العرض ده ليك انت. وطبعا معلمنا في الحتة ديت براند اسمه سترة هنا، براند موجود في مصر. فهو البرنس في الحته ديت، انت ممكن تفتح فيقول لك انت فاتح دلوقتي عشان العرض ده ليك، انا هعمل لك عرض 50% لو اشتريت من دلوقتي لحد الساعه كذا. فهو كده بيستقطب مين؟ بيستقطب الورم ليد، بيستقطب العميل اللي ممكن ما يكونش عارف سترة، ممكن ما يكونش عارف البراند ده هيشتري منه ازاي، او يشتري او اول مره يشوفه، ولكن جذبه فكره ان في عرض دلوقتي انا عايز استغله. فده فكره الورم ليد. يبقى هو عميل مهتم جدا بالخدمه بتاعتك، مهتم جدا بالمنتج بتاعك، ولكن هو ملوش اي لويالتي لاي براند تاني. عادي هو ممكن يشتري النهارده من اتش اند ام، وينزل بكره يشتري من اور، وبعد كده يروح يشتري من سترا، بعد كده يروح يشتري مش عارف منين، هو كده. تمام؟ ملوش حاجه معينه. ده كده اسمه الور ليد. عندنا نوع ثالث من العملاء وهو الهوت ليد. النوع ده من العملاء هو بنسبة كبيرة جدا تكاد تكون 80% عايز يشتري منك انت كبراند، عايز يستفيد بالخدمة بتاعتك انت. هو قرر ان هو يشتري منك انت. ولكن العميل ده معدل توقعاته مرتفع جدا. يعني ايه معدل توقعات مرتفع جدا؟ انا طالما قررت ان انا اروح اخد كورس في بلاك هورس مثلا، في بلاك هورس ادفرتايزنج، فانا خلاص انا سبت الدنيا كلها وسبت كل الشركات دي كلها وانا رايح للراجل ده، انا رايح للشركه دي اخد معاها الكورس. فمعدل توقعاتك مرتفع جدا لان انا سبت الدنيا دي كلها وجيت لك. فالعميل ده بيتحط تحت بند حاجه اسمها عميل بروسبكت.
عميل بنسبة كبيرة جدا هيشتري منك، خلاص هو مقرر بالفعل ان هو يشتري منك، ولكن مستني بقى ايه؟ تكلمه باحترام، تكلمه بشياكة، تديله وضعه، مثلا ايه، تحترم مواعيدك معاه، تديله اوفر صغير كده على مثلا هوصل لك مجانا، لو مثلا محاضرات او حاجه خدمات، تعالى يا سيدي خد الخدمه ديت، او تعالى خد جزء من الخدمه ديت مجانيه، والكلام ده كله. فالعميل ده خلاص هو بالفعل مقرر ان هو يشتري منك، او مقرر ان هو ياخد الخدمه بتاعتك. وبما ان معدل توقعاته مرتفع، للاسف هو اكتر عميل ممكن يهرب منك. وخلي بالكم من الحته دي، لان الحته دي غامضه. العميل لما طالما قرر ان هو ياخد منك الخدمه او ياخد منك المنتج، لازم تحافظ عليه باكبر قدر ممكن. ليه؟ لان الصح انك تبدا تخش معاه في مرحله تانية، وهي مرحله اللايف تايم فاليو. مرحله اللايف تايم فاليو ديت دورها ايه؟ دورها ان هي بتخلي العميل يشتري منك اكتر من مره. يعني الشطاره من الاخر كده بالبلدي، الشطاره انك تخلي العميل لما يشتري منك مره ياخد معدل التوقعات اللي هو متوقعه، فيشتري منك التانية والتالتة والرابعة والعشرة والعشرين والخمسين. ليه؟ لأن هو لو أول مرة اشترى منك مثلا، وكانت سعر الشراء بتاعك ده أو تكلفة البيعة ديت عليك أنت 100 جنيه، فالمرة التانية هو جاي لك من غير إعلان، فكده اشترى منك مرتين بنفس ال100، فبقت التكلفة عليك واقعة ب50. طب اشترى منك مرتين كمان، فكده بقى 4 مرات اشترى منك، فكده تكلفتك صفر. انت كده ما دفعتش عليه حاجة يعتبر، لان هو اشترى منك 4 مرات، فبقت التكلفة اللي واقعة عليك زيرو. طب بعد كده اشترى منك 5 و6 و7 و8 و10، فأصبح عميل دائم ليك. أصبح عميل دائم ليك يعني ايه؟ يعني هو مكسب جاي من غير ما تعمل معاه اي حاجه. كل ده عشان اول مره، كل ده عشان اول مره اشترى منك وخد معدل التوقعات اللي هو محتاجه. خلي بالكم من الحته دي. نفترض انه حصل العكس، العميل ده اشترى منك اول مره تمام، تاني مره جه يشتري منك، راح له المنتج متدمر بايظ في مشكله، جه قال لك يا سيدنا المنتج بتاعك جاي لي بايظ، المنتج بتاعك فيه مشكله، فانت مقدم يعني من الناس اللي مش مهتمه بخدمه ما بعد البيع، فرحت قلت له والله هو ده اللي عندي، واخبط دماغك في الحيط. ساعتها العميل ده هينقلب على طول يبقى عميل ديتراكتور، عميل منتقد، عميل هيبهدلك. يعني للاسف يعني المفروض ان انت ما ينفعش عميل يطلع معاك لمرحله الديتراكتور. خطر. لان العميل اللي بيوصل معاك لمرحله الديتراكتور ده هو قادر على انه يسحب قدامه 1000 عميل تاني. طب هو يعني ايه عميل ديتراكتور؟ يعني عميل منتقد. عميل منتقد يعني ما عجبوش الخدمه، انت طلعت مش قد وعودك ليه. يبقى احنا هنا لما بنيجي عند الهوت ليد بنبقى مقسمينها نصين كده. في عملاء هتخش عندك مرحله البروسبكت، وفي عملاء عندك هتخش مرحله الديتراكتور. العملاء البروسبكت دول اللي هم اللي يعني خلاص هيبداوا يشتروا منك، المفروض ان هم يبداوا يخشوا معاك للمرحله اللي بعد كده، اللي هي مرحله الباير بقى. هيطلع الفلوس بكامل الرضا ويديها لك وفوقيها بوسه. لكن العميل الديتراكتور ده ايه؟ لا ده انت نصاب. هو هيوصل معاك او هيطلع معاك، خلاص هو طلع الفلوس ودفع الفلوس، يعني المفروض خلاص ان المرحله ديت كباير كمان، يعني المرحله ديت هتنتهي معاك بمرحله الباير بعد ما اشترى او بعد ما طلب الخدمه منك. طلعت اللي انت نصاب، طلعت وعودك معاه وعود كاذبه، فبالتالي اصبح العميل ده بالنسبه لك ديتراكتور، عميل منتقد، هيمشي يسوق سمعتك في كل مكان. الناس دي نصابه، الناس دي كذابه، الناس دي ما بتوفيش بوعودها، كل الكلام ده. لذلك لا يجوز ابدا 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 ان العميل يخش معاك مرحله الديتراكتور، لان انت كده خسرته، وخسرته قدامه اللي هيجي من وراه. تمام. ودي مرحله المفروض ان هي بتيجي بعد مرحله الباير، وبتبقى ضد مرحله اللويالتي، ودي هنعرفها ان شاء الله. احنا بس هنتوقف لحد هنا لحظات
بالنسبة لحضراتكم. وهرجع لكم تاني بالنسبة للي بيتابعنا على الفيديو أو اللي بيشوف الفيديو دلوقتي، إن شاء الله هنكمل مرحلة الباير وما بعد مرحلة الباير زي مرحلة الليالتي ومرحلة الأدفوكسي إن شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا، استراحة قليلة ونرجع تاني. كتر خير.